السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أهلا وسهلا بيكم، فيديو جديد ولقاء جديد بيكم، يا رب تستفيدوا بيه. النهاردة هنعيد تدوير قطع من قطع المشمع الموجودة عندنا، أي لون أي شكل. هنعمل بيه فكرة، 3 أفكار جمال جدا هيعجبوكم إن شاء الله وتستفيدوا بيهم وتنفذوهم. بس قبل ما نبتدي الفيديو اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. انا اسفة لمنظر المفرش، دي مش وساخة اللي فيه ده، الشمع لما بيسيح بيبقع الدنيا، فاسفة للمنظر وما تزعلوش منه يعني، اكيد هشوف له صرفة. اتمنى تتابعوا الفيديو للاخر وتتفاعلوا معاه وتشيروه عشان القناة يعني مستواها انحدر خالص، يعني الفيديو ما بيجيبش حتى 500 600 مشاهدة. فيا ريت شيروا الفيديوهات وتتفرجوا على الفيديوهات للاخر ان شاء الله. تابعوا الفيديو هتستفيدوا في 3 أفكار رائعين لغاية آخر ثانية في الفيديو. اتفاعلوا معاهم وتعملوهم ونفذوهم، هينفعكم في الشهر الكريم وإن شاء الله ينفعكم في الأعياد والمناسبات كلها. ده ممكن كده تقدمه في شهر رمضان إن شاء الله، في أي مناسبة من المناسبات تحطوا عليها الحاجات، أو تحطوها على السفرة، تحطوا عليها الأطباق. الفكرة اللي بعد كده هتشوفوها هتعجبكم، وفي فكرة تالتة في آخر الفيديو تابعوها وهتعجبكم جدا إن شاء الله. دي علب الآيس كريم، أو أي علب متوفرة عندك، آيس كريم دولسي، علب بلاستيك، كوباية بلاستيك، أي حاجة.
خلي بالكم انا اخترت الوش التاني من المشمع بدل الوش اللي معمول به الكوستر. هنحطه كده عشان تظهر اكتر عن الوش التاني. حطينا كله لون واحد هيبقى مش باينين الكوبايات. هنعمل واحدة كمان، بقوا التلاتة قصاد بعضيهم كده. فكرة سهلة جدا، بس لما تشوفوها في الاخر هتعجبوا بيها جدا، وهتشوفوا هنستفيد بيها ازاي في شهر رمضان المبارك. هتبقى شكلها تحفة، مش مجرد حاجات نحط فيها زرع بس، لا هتبقى روعة في الاخر، وهتنفذوا الفكرة وتعجبكم. اي زرع خفيف كده، فرع كده صغير تحطيه هيدي منظر حلو جدا. كل ما خف الورد والزرع والحاجات دي كل ما ظهر جمال الحاجة اللي انت عاملاها. لكن لو حطينا حاجات كتير هتبقى دوشة، ومش هيظهر الحاجة اللي انت عاملاها، ولا شكل المفرش ولا الكوبايات ولا اي حاجة. كمان كان نفسي احوش حتة كمان من الزرع دي اللي هي اللي لسه حطاها دي. نفسي تعمل زي اللي بيتعمل فوق البيبان كده، تبقى زي تكعيبة اللي بتبقى فوق البيبان تحت الحدائق. ممكن تعمليها انت، هتبقى حلوة ان شاء الله. واعياد الربيع واعياد شم النسيم جاية، مش عارفة انا الفتل بتلزق في الحاجة كده فلازم احوشها. هي حاجة خفيفة كده شكلها حلو. بعد كده هنجيب لها فرع نور عشان ننورها في شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان أعواما وأعواما. وفي أي مناسبة يعني في الأعياد لو نورتيها تبقى شكلها تحفة. ولو حطيتيها في المطبخ ونورتيها كده وفرحتي نفسك، وساعة الفطار تبقى تحفة تحفة. اللي بيعمل كورنر أو حاجات في للمشروبات ممكن يعمل علقة زي دي ويحطها فيه، هتبقى شكلها جميل جدا. ما نشتريش الحاجات الغالية والاستيكرات اللي بتتقطع. اديكي عملتي فكرة بسيطة وشكلها تحفة من حاجات لا شيء تترمي. وهوريكم الفكرة الأخيرة اللي عملناها امبارح في فيديو امبارح من المشمع برضو، وعملنا بيها حاجة تحفة. يا ريت تروحوا تشوفوا الفيديو بتاعها لأن ما جابش مشاهدات خالص، وتشيروه. هتشوفوه شوية كده. وهوريكم على فكرة الفكرة بتاعت امبارح دي عاملينها برضو بالمشمع. شايفين قطع المشمع، خدنا الورود اللي فيها ولزقناها. وكمان عاملة كل الفكرة بالمشمع. يا ريت تروحوا تشوفوا الفيديو عشان تشوفوا عملناه ازاي، وتعملوا زيه ان شاء الله، وهيبقى تحفة. هتشوفوا دي لما نعلقها بإذن الله. استنوا الفيديو لما تشوفوها وهي متعلقة، شكلها فظيع وهي متعلقة، هتبقى شكلها حلو جدا. بس معلش لسه ما وصلناش للمكان اللي علقته فيها. اتمنى ان الفيديو يكون مفيد واستفدتوا بيه. ولايك للفيديو، شيروا الفيديوهات يا جماعة عشان القناة بتقع، وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.